انك تكسب وانت بتلعب بتشكيل اضطراري او في ارضيه ملعب صعبه جدا زي اللي انت بتلعب عليه النهارده. انك تكسب وانت في اقل مستوى ليك، ده يعرفك الاهلي رايح لفين والاهلي هيعمل ايه الفتره الجايه. الاهلي ما هي الا مساله وقت وهيرجع ان شاء الله لمستواه وهيدوس على الكل وهتلاقيه بيقدم افضل مستوى. الاهلي النهارده بغض النظر عن المكسب، بغض النظر عن مسجل هدف، الاهلي النهارده نسبيا افضل من مباراه شباب بلوزداد، نظرا للملعب اللي الاهلي بيلعب عليه، نظرا للغيابات اللي عندك زي مروان عطيه او ديانج، نظرا لان انت في نص الملعب بتلعب باثنين اصلا بقالهم كتير جدا ما لعبوش زي السوليه او كريم نيدفيد. فالاهلي النهارده بيقدم مستوى مش هقول جيد لكن مستوى افضل من مباراه شباب بلوزداد، وده بيعرفك الاهلي رايح لفين الفتره اللي جايه. الاهلي النهارده بيقدم مباراه الى حد ما مميزه، الى حد ما مقبوله. الشوط الاول كان ينقصه الجديه، كان ينقصه الجديه في الدفاع ان ما يكونش فيه اخطاء، كان ينقصه الجديه في الهجوم انه يسجل اهداف، كان ينقصه انه يكون فيه شراسه اكتر او اصرار على المكسب، وده حصل في بدايه الشوط الثاني. قدرت ان انت تسجل هدف من لعبه مش هدف عشوائي، من كوره طوليه. الاول في البدايه بيكون ضغط فبتستخلص الكوره، فالسوليه بيلعبها على مودست اللي بيتحرك بشكل كويس جدا وبيستلم بشكل افضل، وبيمرر لحسين الشحات بشكل افضل، ومن لعبه واحده من حسين الشحات مش محتاجه ان هو يعمل الشغل الفني بتاعه، بيسجل برجله الشمال. فالاهلي بيقدر ان هو يسجل هدف في ملعب صعب جدا ويخرج ب3 نقاط، وده المهم في توقيت زي ده ان انت تكسب وانت في اسوأ مستوى ليك، وانت مستواك البدني مش في افضل حال على ارضيه ملعب صعبه، في اجواء مش متعود عليها، او في اجواء افريقيه درجه الحراره بتوصل ل 35 ودرجه الرطوبه بتبقى عاليه جدا. فده الاهلي اللي بيعرفك ان في ظل الغيابات بيكون قادر على المكسب. فالاهلي بيحط رجل في نصف النهائي او في دور الثمانيه بعد النهارده مكسبه بيوصل للنقطه رقم 9، وده المهم. الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله هنشوف الاهلي بشكل افضل من كده وشكل مبشر. وعايز اقول لك ان من ايجابيات المباراه النهارده وجود واحد زي اسامه ابو علي، ما شاء الله عليه، السبرنت بتاعه سريع جدا، بيتحرك بشكل سليم جدا خلف المدافعين، بينزل لتحت، وكمان عنده الجامب عالي جدا، وده شيء مميز جدا محتاجينه في مهاجم الاهلي. مهاجم مش مهاجم الكلاسيك، مهاجم شرس، مهاجم بيضغط، مهاجم سريع وبيتحرك بشكل كبير جدا، وده بيعمل قلق لكل المدافعين. وكمان بيلعب رجليه الاثنين اليمين والشمال، سدد برجليه الشمال وبرجله اليمين كان بيحاول. فالنهارده انت مكسب المباراه تحط لاعب زي اسامه ابو علي في مباراه صعبه جدا وفي توقيت صعب جدا، في مباراه بتشوف ان هي الملعب مش مناسب وبيقدم اداء مقبول جدا. كمان بترجع بلعيبه زي اكرم توفيق في مركزها الاصلي في مركز رقم 6 وبيقدم اضافه من بعد نزوله. ساعه ما نزل رامي ربيعه حسيت ان فيه اهتزاز شويه، لكن بعد ما نزل اكرم توفيق في رقم 6 لقيت الملعب اتظبط شويه. كمان معاك السوليه بيرجع من اصابه، معاك كريم نيدفيد بيرجع من اصابه، معاك رضا سليم، معاك كريم فؤاد. فانت بتجهز اللعيبه دي وانت اصلا مضطر ان انت تغير في التشكيل علشان الاصابات والغيابات الكتير اللي عندك. فالاهلي النهارده الى حد ما قدم مباراه مقبوله، قدم مباراه زي ما قلت كويس ان هو كسب في اسوأ مستوى ليه. الحاجه السلبيه الوحيده هي الدلع بتاع محمد عبد المنعم. شايف ان محمد عبد المنعم المفروض يكون اللي بيشيل الضغط عن مصطفى شوبير، ما ينفعش ان هو اللي بيحط الضغط على مصطفى شوبير في كل خطا بيخطئه. لازم عبد المنعم يكون اكثر جديه، اكثر شراسه، ما ينفعش يكون في اخطاء كتير او ما ينفعش يكون قله تركيز من عبد المنعم كتير. كمان السلبيه الاكبر هي اصابه ياسر ابراهيم، نتمنى ان شاء الله تكون بسيطه ويرجع بالسلامه. ده بالنسبه لماتش الاهلي النهارده. ايجابيات كتير اولها وجود وسام ابو علي، ان انت بتكسب بترجع ب3 نقاط، ما شاء الله امام عاشور. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بيشوف قناتي تشترك في القناه، تفعل الجرس، وتسيب لايك وكومنت للفيديو، وان شاء الله يوصلك كل جديد.